بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. ربنا يبارك فيكم يا رب كده. اخوكم معايا الجولة كده، كنت سافرت كده يومين اسكندرية، فاخوكم معايا الجولة كده في اسكندرية ونشوف عملنا ايه واشترينا ايه وتفسحنا فيها فين. ده خلاص احنا داخلين اهوت على المكان اللي احنا رايحينه. كنا نزلنا من القطر محطة مصر ورايحين بقى المكان اللي احنا هنقعد فيه، حي العجمي. خلاص احنا داخلين عليه اهو، والبحر باين اهو بس من بعيد. طبعا الاجواء الشتويه الجميله دي في اسكندريه. اسكندريه في الشتاء بتبقى جميله جدا جدا، وعلى فكره ما بتبقاش برد ولا حاجه، بتبقى دافيه وجميله. خلاص وصلنا اهو بقى الحته اللي احنا رايحينها، خارجين اهو رايحين بقى نتفسح ورايحين السوق نجيب سمك. الجو كان منعش وكان جميل. طبعا بننتهزها فرصه عشان نروح اسكندريه وناكل سمك ونجيب جمبري ونجيب حاجات طازه من اللي هناك. تمام. فروحنا بقى حته اسمها الماكس اهي، بيبقى السمك كده هناك الصيادين مطلعينه، والحته دي جميله قوي قوي. الميه العذبه طالعه تتخلط بالميه المالحه، فانا حبيت اصورها كده واصور جمالها. والبياعين بتوع السمك قاعدين هناك مالين الحته دي كده، قاعدين مرصوصين طول الشارع، سمك وجمبري وكابوريا وسمكه التونه، وبصراحه كل انواع الاسماك هناك. شايفين ما شاء الله الميه العذبه وهي راحه تتخلط بالميه المالحه. والحته دي على فكره مش غويطه، لاني شفت ناس واقفه فيها برجليهم كده، فمش غويطه جدا يعني. سبحان الله، حته جميله جدا الماكس دي. رحنا بقى السوق نجيب سمك. اشترينا الاول السردين ده اللي انا كنت مخليلاه معاكم قبل كده في الفيديو اللي فات. اشتريناه طازه من على البحر كده من الماكس دي. وبعدين لقينا الجمبري هنا غالي قوي قوي، حبينا نجيب جمبري من جوه من السوق، فدخلنا بقى جوه في السوق. السوق فعلا الحاجه برضو طازه وجميله وارخص من الماكس شويه. شايفين الشبار الجميل ده صاحي بيتلعب اهو، جبنا منه. وهناك طبعا الشوايات شغاله، بتاخد وتشوي على طول في نفس المحل، بتنقي اللي انت عايزه وتوزنه وتشويه زي معظم محلات الاسماك يعني. بس هي بقى اسكندريه فيها ميزه في السوق عن عندنا احنا هنا في المنصوره وفي اجا هنا، ان احنا اسكندريه طول الليل السوق شغال، يعني تروح بالليل تروح بالنهار تلاقي السوق زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا عندنا هنا الاسواق بتخلص بدري شويه. وده الجمبري اهو، كان جمبري بلدي جميل صراحه، جبت منه برضو كان ب 180. وده صبيت برضو قال لي ب 180 برضو، انما انا جبت جمبري. وجبت برضو كابوريا. ورجعنا بقى تاني بعد ما اشترينا طلباتنا، رجعنا بقى قعدنا على البحر تاني في الماكس قصاد بقى المراكب، وشربنا شاي. كانت قاعده جميله جدا برضو، والجو كان هادي ومنعش وجميل. كانت جوله جميله بجد وانبسطت. كانت معايا خالتي حبيبه قلبي، ربنا يا رب يبارك فيها ويديها الصحه يا رب. هي اللي بتاخدني معاها بصراحه، كل مره بتشجعني وبتاخدني وتبقى عايزه تفسحني وتوديني وتجيبني، بس الصحه بقى ما عادش بتساعد كتير على اللف بقى. متضحكوش عليا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ربنا يبارك فيكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قعدنا بقى شربنا الشاي تمام، ورجعنا بقى البيت. صورت الشمس الجميله وصورت البحر. البياعين بقى كلهم كانوا ورانا هنا كده، بياعين السمك. قعدنا بقى شربنا الشاي تمام، واحنا مروحين بقى حودنا على كارفور. دخلنا برضو خدنا لفه في كارفور كده، وهي فيها يعني هي مجموعه مولات كده، مجموعه مولات كتير صراحه جميله جدا المنطقه دي. فيها بقى ملابس نيو بورن، وفيها يعني فيها حاجات كتير، توكيلات كتير يعني. خدنا لفه بقى في كارفور ومروحين بقى اهو. دي بقى الحاجه اللي انا اشتريتها اهي. ده السردين اللي انا جبته، وده الجمبري، ودي الكابوريا. والله كنت جايباها صاحيه زي الفل، بس انا بصراحه حطيتها هي في ارضيه الكيس، فهي شوفوا هي صاحيه بس يعني مجهده شويه من الكيس.
ان شاء الله هنزل لكم فيديو بعمايلها. خلاص بقى يا جماعه بقى يعني قعدنا 4 ايام وحان وقت الرحيل، فحبيت بقى اصور لكم محطه مصر وجمالها وحلاوتها والتطوير اللي عملوه فيها. بصراحه يعني حاجه جميله جدا جدا، طوروها. وكان في ميدان كده فيه جنينه هدوه عملوا واحد تاني بس قافلينه، مش عارفه هم قافلينه ليه، ما حدش لسه بيدخل فيه. كنا بنعدي منه عشان نروح نركب من المكان اللي احنا رايحينه، كان الموقف قصاده، هو مازال برضو الموقف قصاده. بس هم بقى هدوا، شايفين نظافه المحطه بصراحه بعد ما جددوها. نضيفه جدا محطه مصر اللي في اسكندريه، نضيفه وجميله وزي الفل، وفيها نظام عاملين فيها نظام جامد قوي قوي يعني، ونظام عالي بصراحه. انا صورتها وهي رايقه وجميله كده. كنا قاعدين مستنيين القطر بتاع المنصوره. خلاص يا جماعه ركبنا القطر ومروحين اهو. ده يا جماعه فرع رشيد من نهر النيل، حبيت اصوره لكم انا معديه عليه. احنا لو احنا مروحين بنعدي على فرع رشيد الاول، وبعدين فرع دمياط اللي هو في سمنود. طبعا بنكون نزلنا من القطر بنركبه في العربيه. يبقى احنا دلوقتي عدينا على فرع رشيد وفرع دمياط. صورت لكم فرع رشيد اهو. احنا كنا مسافرين في القطر راجعين في القطر. صورت لكم برضو الزراعات والجو الجميل اهو. ومصير الغريب يروح بلده مهما قعد، يعني سبحان الله مصيره يروح بلده. نلف وندور ونرجع لها تاني. اتمنى يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.